أهلا وسهلا بيكم في تاني حلقة من بودكاست. يعني إيه لازم؟ الحلقة دي مختلفة شوية عن الحلقة الأولانية لأن هي بتتكلم على حاجة شائكة شوية جدا، شوية مش قليلين، شوية شوية كتير. ليه بقى؟ لأن هي بتتكلم على موضوع اتعودنا إن إحنا نشوفه بس ونسمع اللي بيتكلموا عنه بس هم الناس اللي هم رجال دين أو شيوخ أو كده. غير إن هي مشكلة كبيرة جدًا في مجتمعنا، جماعة بجد يعني إحنا في مجتمعنا ده عندنا issue كبيرة جدًا مع موضوع الحسد. الحلقة دي أنا هاتكلم فيها عن الموضوع ده من كذا بُعد، مش بس من البُعد الديني، اللي أكيد أنتم فاكرين إن أنا هاتكلم بس عنه. وعشان نفرفش كده ونفُك، افتح لي مخّك وافتحي لي مخِّك كده إيه ال10 دقايق اللي جايين. والله اقتنعتوا ونوّرت كده لمبة في دماغكم أو حسّيتوا إن إحنا ممكن نبُص للموضوع بطريقة مختلفة كان بيها. if you didn't then عادي جدًا، أهم حاجة تكونوا اتبسطتوا وهنmove on عادي ولا كإن حصل أي حاجة. وكالعادة أنا على كنبتي بالnotebook بتاعتي اللي فيها الsticky notes، حاجتي، دي حاجتي يا جماعة، أنتم مش غُرب. كاتبة فيها الnotes اللي أنا مش عايزة أنساها والbullet points اللي أنا بالنسبة لي مهمة جدًا إن إحنا نتكلّم فيها النهارده. طيب، هاسألكم في الأول سؤال، هل عمركم لاحظتوا إن خوفكم من الحسد إلى حد كبير أكبر من الحسد نفسه؟ طب هل عمركم لاحظتوا مرّة إن أنتم اتأذيتوا من عينكم أنتم مش من عين الناس، بسبب فكرة صدّقتوها وابتديتوا تشوفوها في الواقع فعلًا؟ فالبلاء جه أو البلوى أو المشكلة أو الكارثة اللي حصلت جات بسبب عقلكم مش بسبب عين الناس؟ أنا عارفة إن اللي أنا باقوله ده مش منطقي لناس كتيرة جدًا including الناس اللي متعلمة، بس it's fine. إحنا كبرنا في مجتمع بيnormalize الموضوع ده جدًا، جدًا، جدًا. قليل فينا جدًا اللي بيفكّروا بحَذَر في الموضوع ده. أنا مش جاية النهارده أقول لكم إنه ما فيش حسد عشان ده disclaimer كده من الأول، لأ هو في حسد، بس في another perspective كده، في بُعد تاني من الحياة، في ناس كتيرة جدًا مش بتستخدمه للتفكير في هذا الموضوع. أنا النهارده هنروح مع بعض journey كده صغيّرة، نبُص على الحسد برضه بس من منظور تاني مختلف، تمام؟ يالّا بينا. ليه الحلقة النهارده موضوع شائك؟ لإن أنا مش بس هاتكلّم على الحسد، أنا هاناقش نقطة تانية parallel للموضوع، هنتكلّم على الخوف من الحسد. الخوف اللي بقى يا جماعة عايش معانا ملازمنا مش بيسيبنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. الخوف ده اللي بيحكّم علينا إزاي بنشارك الحياة مع الناس أو مش بنشاركها. فبقى حاجة في الDNA بتاعتنا من وإحنا صغيّرين في عقلنا الباطن وماشية معانا لحد دلوقتي. أنا النهارده هاناقش الحسد مش من البُعد الديني فقط، بس أنا هاناقشه من 3 أبعاد، البُعد الديني، العلمي، والاجتماعي، أوكي؟ طيب، خلّينا نتكلم عن الدين، لإن بغض النظر عن ديانتكم، أكيد الدين هي أول حاجة بتيجي في بالكم لمّا بنتكلم على الحسد. الدين قال إن في حسد، أيوه يا جماعة الدين قال إن في حسد، كل الآيات وكل الأحاديث مش بس في الإسلام، في كل الديانات التانية قالت إن في حسد. ومن شر حاسد إذا حسد، العين حق، النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، حتى الإنجيل قال فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد. فهو الحسد موجود، الحسد موجود. عدّوا بقى معايا كمية الآيات والأحاديث اللي اتكلمت على إن ربنا مش بيخلّي فسفوسة تحصل في الكوكب ده إلا بعلمه وبإذنه وبقدرته. ده حرفيًا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه، إذا اجتمعوا أهل الأرض على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني هُم قعدوا كلّهم والنية بتاعة الmeeting ده إن هُم يأذوك. وإن هُم يأذوكِ، يرفدوكِ من الشغل، يأذوا حد من ولادِك whatever it is، ده مش هيحصل إلا بticket من رب العالمين كده وapproval إنه اتفضلوا do this، اتفضلوا اعملوا كده، إلا قد كتبه الله عليَّ. وبعدين في هنا نقطة صغيرة، كل الآيات والأحاديث وكل النصوص اللي جات في الحسد بتتكلم على الحاسد،
قد إيه هو بني آدم شرير، قد إيه هو بني آدم له عذاب وله consequences وله. ما اتذكرش المحسود خالص، ما فيش آية قالت إن المحسود ده ممكن يحصل له كذا وممكن يحصل له كذا لإن هو الناحية التانية اتكلم بقى على كمية رحمة ربنا وقدرة ربنا. الحسد شغال، بس هل إيه اللي بييجي الأول، الحسد والّا القدر؟ مين فيهم اللي شغال قبل التاني؟ طيب، هل الحسد هنا واقف على إحنا رُحنا مثلًا دلوقتي النهارده رُحنا عندنا هاتكلم على نفسي مثلًا، عندنا ماتش جمباز مثلًا، هل ربنا مستني يعني ربنا قاعد مستني ولله المثل الأعلى طبعًا، إن مامة ليلي صاحبة فريدة بنتي تشوف فريدة بتعمل حركة، فمامة ليلي بقى تحقد بقى على فريدة إن هي بتعمل حركة بنتها ما بتعملش حركة، فتحسد بقى بنتي، فربنا مستني بقى مامة ليلي إن هي تعمل كده وتفكر كده عشان يأذي فريدة، فعلًا؟ البُعد التاني اللي أنا هاتكلم عليه هو البُعد العلمي. ربنا ادّانا العلم ليه؟ ادّانا resources في الدنيا نستخدمها، وكلّه بيback بعضه، يعني كلّه موجود علشان ن ن يبقى كلّه مستندات كده متستفة ورا بعض، العلم بيsupport الدين، بيsupport كل الحاجات اللي ربنا دي resources. خلّينا نتكلم على العلم، في نظرية بسيطة جدًا، جدًا، جدًا في العلم، علم النفس بنسميها إيه، في علم في الطاقة والجذب what you focus on expands. معنى إيه بقى الكلام الجميل ده؟ النهارده مثلًا أنا لو صحيت من النوم، قعدت أقول أنا النهارده هاشوف عربية تويوتا كرولا حمرا، النهارده أنا هاشوف عربية تويوتا كرولا حمرا، هانزل من البيت لحد من أول ما نزلت الصبح لحد ما أرجع البيت، تفتكروا كام عربية تويوتا كرولا حمرا هاشوفها؟ أنا باقول من خبرتي في الدنيا دي مش أقل من 4، 5. هل لإن أنا جذبتهم ليّا، عملت لهم كده استخدمت القوة الخاصة بتاعتي؟ لأ، هو اللي حصل إن الToyota Corolla حمرا موجودة طول اليوم عادي، كل يوم عادي، بس عشان النهارده أنا ركّزت على إن أنا عايزة أشوف الToyota Corolla الحمرا، فعينيّا جابتها من مليون عربية، هي طول عمرها كانت موجودة قدّامي، بس أنا ما كنتش مركّزة، ما كنتش شايفاها، بس النهارده شُفتها عشان ركّزت فيها. لو أنا النهارده قُمت من النوم شايفة إن أنا بني آدمة blessed وإن ربنا ادّاني نِعَم كتير، وإن أنا بني آدمة عندي نِعَم كتير، هاشوف كل حاجة بتحصل في يومي على إن هي evidence للنِعَم دي. هاشوف إن أنا قادرة أتحرّك على رجلي، قُمت من على السرير رُحت الحمّام من غير مساعدة، هاشوف إن أنا بنتي وابني رغم مشاكلهم مش هاشوف مشاكلهم أصلًا، أنا هاشوف إيه ده الله ده شوف كبروا إزاي، شوف هُم smart إزاي، شوف بنتي طيبة إزاي مع أخوها، شوف الله بُص نور الصبح، بُص المَيّة الحلوة، بُص ما أعرفش إيه، هيفضل عقلي طول اليوم يدّيني evidence على الفكرة اللي أنا قايمة مقرراها. طب ولو العكس؟ لو أنا النهارده قايمة شايفة إنه آآ أنا مش بني آدم مُبخَت، أنا بني آدم تعيس، أنا بني آدم محسود، أنا بني آدم مش مُرزق، عينيّا هتفضل تشوف بس الحاجات اللي بتأكد هذه النظرية، وأرجع تاني وأقول لكم نفس الحاجة، ده مش عشان أنا ساحرة، ده عشان أنا وجّهت دماغي في حتّة معيّنة، فابتدى عقلي يدّيني evidence على النظرية اللي أنا مؤمنة بيها دي. فمثلًا لمّا نعمل حاجة اسمها واحد يضحك جامد، من الحاجات الطريفة لمجتمعنا مثلًا، لمّا حد يضحك جامد جدًا، 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 فيقول لك خير اللهم اجعله خير، يا سلام بقى لو بكى شوية وهو بيضحك، يقول لك خير اللهم اجعله خير، دي كارثة، دي كارثة. إيه الmessage اللي إحنا بندّيها لعقلنا الباطن لمّا نقول خير اللهم اجعله خير بعد الضحك؟ أنت كده بتدّي message لعقلك الباطن إن توقّع إن في مصيبة هتحصل عشان أنا ضحكت جامد، فيفضل عقلي عند بعض الناس the next day واليوم اللي بعده مستني حاجة تحصل عشان يأكد الprophecy دي اللي هي بنسميها في علم النفس self fulfilling prophecy. لو أنا النهارده حطيت صورة ليّا أنا وجوزي على السوشيال ميديا وأنا من الteam الناس اللي بتستنى المصيبة بعد ما باحط عشان أنا خايفة جدًا من الحسد، إيه اللي هيحصل هنا؟ اليوم اللي بعد منه لو أنا عارفة إن أنا هاتخانق مع جوزي بسبب إن أنا حطيت صورة، خلّينا نتكلم في حالة لو أنا كنت بالteam اللي مؤمن إنه ما فيش أي حاجة بتحصل في الدنيا دي غير بأمر ربنا، وهاكون أنا من الteam اللي قاعد مستني.
باستخدام نفس النظرية اللي إحنا قُلنا عليها اللي هي what you focus on expands. أنا حطيت الصورة النهارده، اليوم اللي بعد منّه إحنا قاعدين على الترابيزة، قُلت له: "please هات لي مَيّة." ما جابليش مَيّة، فأنا عشان أنا مستنية إن تحصل كارثة من امبارح، فأنا عقلي متأهِّب، في مشكلة هتحصل عشان إحنا حسدنا، عشان أكيد في حد حسدنا من الصورة، فإحنا أكيد هنتخانق. فلمّا ما جابليش مَيّة لمّا طلبت منّه، ده أنت ما بتحبنيش، ده أنت مش مهتم بيّا، ده أنت ما أنت طلبت منّك قبل كده مش عارفة أشوف فاكر إمتى لمّا طلبت منّك ما جبتليش، ده أنا مش عارفة إيه. عقلي بقى عمل إيه، وكل ده هيبقى حقيقي بالنسبة لي، لإن عقلي عمّال يدّيني evidence لفكرة أنا خلاص مقرراها، حاجة أنا مستنياها، فخلاص هي هتحصل. على عكس بقى الناس التانيين، حطيت صورة امبارح بس أنا مش شايفة إن ده هيأتراكت ليّا أي حاجة، وشايفة إن قضاء ربنا وقدر ربنا فوق كل حاجة وكل حد، فاتعاملت في حياتي عادي، فأنا مش مستنية مشكلة ولا حاجة. فاتكرر نفس الموقف، طلبت منه مَيّة، ما جابليش المَيّة، بس أنا كبرت دماغي، لإن أنا عقلي مش مستني حاجة. فهمتوا الفرق؟ It all boils down لأنا بافكر إزاي وأنا مستني إيه. طيب، البُعد التالت اللي أنا هاتكلم فيه هو البُعد الاجتماعي. إحنا في مجتمعنا مش بس باتكلم على المصريين يا جماعة، باتكلم على العرب، إحنا عندنا هَوَس بالحسد، هَوَس، ومن وجهة نظري ده بسبب 3 أسباب. أول حاجة لإن إحنا اتعودنا إن إحنا نشارك دايمًا الحاجات الnegative أو التعب أو المشاكل قبل ما نشارك الفرح، لدرجة إن إحنا مش بنشارك ساعات الفرح خالص، إحنا بنشارك بس الحاجات الnegative. تاني سبب خلاص بقى حاجة منتشرة جدًا، اللي هو حد ييجي يضحك مثلًا بصوت عالي والّا حد ييجي يتكلم عن حاجة، لأ ما تعلّيش صوتك أنت كده هتجيب لنفسك ال الحسد، بلاش مبالغة، بلاش مبالغة في وصف النجاح، بلاش مبالغة في الكلام عن الحاجات الكويسة، بلاش مبالغة في الضحك، بلاش مبالغة في أي حاجة كويسة، عشان ده هيattract ليك الحسد. السبب التالت هو إن المجتمع بيقدّم الحسد على إنه حاجة بتحصل للناجحين بس. نرجع تاني عايزة أقول حاجة بقى في السبب الأولاني. لمّا بنشارك التعب قبل الفرح، أنا هنا باعمل إيه؟ أنا هنا عقلي الباطن بقى مليان بالأمثلة السلبية عن حياتي. وبعيدًا بقى يا جماعة على موضوع الحسد ده بجد، إحنا فعلًا بنواجه مشكلة في ذكر الحاجات الإيجابية في حياتنا. يعني لو قعدت سألت حد قُل لي أنت ربنا أنعم عليك إزاي؟ والّا احكِ لي قد إيه أنتِ ربنا how blessed you are في حياتِك، هتواجه صعوبة حقيقية في إن هي تفتكر الحاجات الإيجابية اللي في حياتها، بس لو قُلت لك يالّا قُل لي الحاجات السلبية هتكُر لي 14,000 حاجة، وده مش عشان أنت negative، ده عشان فعلًا عقلك الباطن بيواجه سهولة في إن هو يبُص على الnegative عن إن هو يبُص على الpositive. لإن خلاص هو ده بقى حاجة في مجتمعنا. تاني حاجة موضوع إن إحنا اتربينا على وطي صوتك ده أنا عقلي الباطن هنا بيقول لي إيه، ما تفرحش، لإن الفرح ده هيجيب لك حسد، فابتدى يبقى في خوف. عقلي الباطن خايف، ربط الخوف أو الخطر بالحسد، وده اللي يأكده السبب التالت بتاع إن المجتمع بيقدّم الحسد على إن حاجة بتحصل للنجاح بس. عقلي الباطن لمّا بيفكر بالطريقة دي، إيه الmessage اللي بتوصل له؟ إن النجاح ده حاجة خطر، إن أنا كل ما بانجح، كل ما بابقى في خطر، بابقى في عُرضة أكتر إن أنا أتأذى. هي عمّالة تتboil down كل شوية إحنا بنboil down، نboil down لحد ما بنوصل لfear وanxiety. fear وقلق، خوف وقلق. طيب، السؤال بقى دلوقتي ليكم أنتم، هل كل تأخيرة ربنا أخّرها عليكم في حاجة كانت عشان الحسد والّا كان عشان فعلًا ربنا كاتب حاجة تانية؟ هل أي حاجة بتبوظ بتبقى عشان الحسد والّا عشان كان ممكن فعلًا ربنا ممكن يكون بيورّينا طريقة تانية لعمل نفس الحاجة؟ لو جه لي حد النهارده وبَص على بيتي وقال لي: "إيه ده الله بيتِك حلو." وبعد كده بعد ما مشيت طابلوه غالي كان متعلق على الحيطة راح جاي واقع، مش ممكن يكون في chance إن الطابلوه ده ما كانش متركب كويس؟
مش ممكن يكون في chance إن التابلوه ده كان مسمار عمّال يفُك تِك، 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 تِك وبعد كده اختار إن هو يُقع النهارده؟ مش ده ممكن يكون علامة ليّا إن أنا أقرّط على بقية المسامير اللي في البيت؟ أنا بنتي مثلًا لمّا كانت صغيّرة، كانت بتُقع كتير وبتتكسر كتير، مرّة كسرت إيديها، مرّة كسر رجلها، هي كانت ما شاء الله حركية كده وبتحب تفرُك كتير، وتيجي رامية نَفْسها في ball pit مثلًا تكسر رجلها، وتيجي رامية نَفْسها على الأرض تكسر دراعها. في ألف مليون طريقة للنظر على هذه الأمور. أنا مثلًا، أنا مثلًا بابُص للموضوع إزاي؟ أنا باشتغل في شغلي مع أطفال فعلًا عندهم أمراض صعبة جدًا ومستحيل حد يخِف منها، فلمّا عيالي بيحصل لهم حاجة، باحمد ربنا ألف حمد وشكر إن إحنا اللي حصل لنا ده حاجة manageable، هنروح نعالجها ونهندل الموضوع الحمد لله. حماتي دايمًا تعلّمني قالت لي إيه، قالت لي مرّة دعوة، قالت لي: "ربنا يكفينا شر اللي ما نقدرش عليه." فابتدى ده تبقى دي طريقة تفكيري. أنا فعلًا لمّا بتحصل لي حاجة باقعد أقول أنا أقدر عليها والّا ما أقدرش عليها؟ أنا أقدر عليها تمام done. ما اقعدش بقى أحرق في تفكير، أصل أنا اتحسدت، أصل أنا ما أعرفش إيه، حسدت إيه يا جماعة؟ هو ربنا لمّا أخفى عننا العلم بتاع إن ده حسد والّا مش حسد، هل ده كان كده عبثًا؟ هو ربنا ما بيعملش حاجة عبث، هو ربنا لو شايف إن الموضوع له هذه الأهمية كان ربنا عرّفنا، ده كان ربنا عرّفنا إن اللي حصل ده حسد، فخلِّ بالك، بس ربنا سابها ليه؟ لإن most of the time الموضوع بيكون فيه درس المفروض تتعلّمه، ت تغيير مسار ربنا كاتبه، حاجة خير تانية ربنا شايلها قدّام، أنت مش جاهز للحاجة دي دلوقتي، بلا، 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 ألف مليون حاجة. وبعدين بقى أنا عايزة أسألكم بقى على سؤال، كام مرّة خسرتوا حد أو حد خسركم بسبب issue ليه علاقة بالحسد؟ خلّيني أقول لكم على مثال. لو أنتِ مثلًا عندِك واحدة صاحبة لسه متجوّزة وعايزة تحمل، أوكي، الموضوع ضاغط على أعصابها، بتحاول تحمل، بتحاول إن هي وأنتِ بتساعديها قلقانة عشانها، بتروحوا مع بعض للدكاترة، حاولت مرّة والموضوع ما نجحش وأجهضت، وأنتِ متضايقة عشانها وفعلًا ها، مع بعض، مع بعض، مع بعض، لحد ما ربنا أكرمها وحملت، بس لمّا حملت ما قالتلكيش عشان خافت من الحسد، شهر، شهرين، التالت وبعد كده قالت لِك زي بقية الناس عشان هي خافت من الحسد، ده مش يستدعي إن أنتِ تتضايقي منها؟ عندِك حق. لمّا إحنا بنشارك الناس الحاجات الnegative بس بنخاف نشاركهم الحاجات الpositive وبعد كده نرجع نزعل هُم ليه زعلوا مننا؟ طب ما خلاص لو أنت شخص بتخاف من الحسد keep it all to yourself الnegative زي الpositive وعلى فكرة أنا مش جاية النهارده أغيّرك وأقول لك ما تخافش من الحسد، أنا باقول لك please لو أنت أو أنتِ من الأشخاص اللي بيخافوا من الحسد فعلًا شايفين إن هو له تأثير على حياتهم don't share حاجات على السوشيال ميديا، ما تقولوش للناس الحاجات الpositive بس برضه ما تقولوش للناس الحاجات الnegative. ما تجيش عند حد مثلًا وبعدين هو ما يبقاش قصده إن هو يحسدك ولا أي حاجة وتلاقي أصل ابنك وقع بعد ما كان عند الشخص ده يقول لك أصل هو حسدني، لأ، خلّي بقى الpackage كلّها، عشان ما تجيبش لنفسك over يعني تحمّل نفسك فوق طاقتها وتبقى أنت عندك anxiety من طوب الأرض خلاص. بس ده لو أنت مش عايز تتغيّر، بس لو عندك الفرصة إن أنت تتغيّر، فبليز بُص للموضوع بس من طريقة مختلفة، خلّينا نبُص للموضوع بس من طريقة مختلفة، ونفهم إن الموضوع مش actual حسد، هو الموضوع خوف وanxiety أكتر منه أي حاجة تانية. طب يعني أنتِ بقى نورهان جاية النهارده تقولي لنا إن ما فيش حسد؟ لأ يا حبايبي هو في حسد، بس خلّينا نcategorize it ل2 types حسد حقيقي والحسد التاني متخيّل. الحسد الحقيقي موجود. بس نادر جدًا ومحتاج شروط، إيه الشروط؟ إن بني آدم يبقى فعلًا عنده شَر وفعلًا عايز لك الشر وعايز لك الأذية وإن رب العالمين يأذن بيها وده نادر. بس الحسد المتخيّل هو حسد بيحصل معانا كل يوم، كل شوية بسبب مشكلة في الأفكار، مشكلة في الخوف، مشكلة في الanxiety، مشكلة في عدم الاستحقاق. يعني إيه عدم استحقاق؟ يعني أنا من جوايا لمّا يحصل لي حاجة حلوة وعلى فكرة الموضوع ده عند كل الناس تقريبًا،
لمّا تحصل لي حاجة حلوة أنا نَفْسي من جوّايا ما بابقاش مصدّق إن أنا أستاهل الحاجة الحلوة دي، فابتدي برضه self fulfilling prophecy، عقلي يدوّر على الevidence إن النعمة دي هتتاخد منّي في يوم من الأيام، إن هي مش هتكمّل عشان أنا ما أستاهلهاش، فأتراكت لنَفْسي الحاجات اللي هتاخد النعمة منّي، وابتدي أشوفها وأتخيّلها وهي بتروح منّي. في مثال كده جميل جدًا أنا ماشية بيه في حياتي، وهو في اللقطة اللي بعد دي اللي أنا هاتكلّم فيها، اللي هو طَب أحمي نَفْسي إزاي؟ أحمي نَفْسي إزاي؟ ربنا هو اللي قال تحمي نَفْسك إزاي، مش ربنا ادّانا أذكار وادّانا رُقية شرعية وادّانا ما أعرفش إيه، طَب لو أنت بتنساهم زي حالاتي ساعات، تعمل إيه؟ أنا ماشية في حياتي بمبدأ جميل جدًا اسمه مبدأ اليقين. إيه بقى اليقين ده؟ تخيّل كده معايا إن أنتم في عيلتكم والله العظيم بجد، والله بجد أنا باتكلّم بجد ودي حاجة أنا جرّبتها في حياتي، إن أنتم في عيلتكم في لواء. أنا ما عِشتش في مصر كتير، بس أنا كانت عندي ناس صحابي زمان في الجامعة كان عندهم لواءات في عيلتهم. اللواء ده بقى اللي أي مشكلة تُقع فيها بيطلّعك منها، رخص اتسحبت يطلّعك منها، مخالفات عليك يشيلها من عليك، يعمل لك كل اللي أنت متخيّل إن هو في ضهرك حتى لو كنت مش غلطان، ده أنت لو كنت أبو الغلطانين. هو وجوده في العيلة بيدّي أمان في العيلة وبيدّي إحساس بالضهر والسَنَد، إن ده مهما حصل هيفضل في ضهري. فأنا في يقين لا ينازعه نزاع، أنا متطمن إحساس مرعب إن اللواء ده مش هيتخلّى عني خالص، أوكي؟ طب لله بقى المثل الأعلى، اللواء ده ما هو في يوم من الأيام ممكن يموت، هو اللواء ده أحسن من رب العالمين؟ تخيّل كده تحس نفس الإحساس ناحية ربنا، يبقى في يقين حقيقي قوي بغض النظر عن ديانتك، يقين حقيقي قوي إنه مش هيتخلّى عنك. إنه مش هيتخلّى عنِّك، مش هيخلّي حد يأذيكِ، إنه حاميكِ، إنه في ضهرِك، يقين حقيقي، نفس اليقين اللي هتحسّيه لمّا يبقى في لواء في عيلتكم. تالت حاجة أنا باحمي بيها نفسي هو الوعي، الوعي بكل الكلام اللي إحنا اتكلّمنا عليه من شوية، الوعي إن خوف من الحسد أقوى بكتير من الحسد نفسه، الوعي بالبُعد النفسي للموضوع، الوعي إن إحنا في مجتمع عنده هَوَس بالحسد. الوعي بعقلي الباطن وإن هو اتبرمج على الخوف واتبرمج على عدم الاستحقاق واتبرمج على القلق واتبرمج على إن أنا ممكن اللي أخلّي النعمة دي تضيع منّي. دايمًا بافتكر إن النعمة بتزيد لمّا باحبها مش لمّا باخاف منها، وإن مصير ولادي الاتنين ربنا يحميهم مش متعلق ب ب ب بمولِلي اللي قررت إن هي تحميهم عشان هم النهارده نزلوا من البيت من غير الخرزة الزرقا، ستر ربنا عليهم مش ما اتكشفش عشان النهارده نسوا يلبسوا الخرزة الزرقا اللي أنا جبتها لهم عشان تحميهم بقى، فساعتها بقى ربنا قرر النهارده عشان أنا نسيت الخرزة الزرقا في البيت، فربنا قرر إن هم يتحسدوا، ده هبل، أقسم بالله ده هبل. عيالنا دول موجودين في الدنيا أمانة من رب العالمين، وربنا مش هيخلّي مصيرهم كده متهلهل كده في إيد أي حد يقول كلمة هوب أنا هاعمل لهم كارثة عشان أم ليلي قالت كلمة. في إيه يا جماعة، في إيه ما نحكّم العقل شوية. أحمد شوقي قال أبيات حلوة أوي في الموضوع ده، قال إيه: "ومن يتق الله يعلو في مراتبه ويدرك الخير في بُعد وفي قُرب، لا تخشى عينًا رأتك في نعم سطعت، فالله أحفظ من عين ومن نُصب." النهارده أنا عايزاكم تسألوا نفسكم، هل أنا خايفة أو خايف من الحسد والّا أنا خايف أفرح؟ أنا نور وأتمنى الحلقة دي تكون حطِّت شوية نور في حتّة جواكم كانت محتارة ما بين الخوف والفرح. أشوفكم الحلقة الجاية.